واحد من نعم الله سبحانه وتعالى علينا، الواحد لو قضى عمره ساجد لله ما يعرفش يقول له شكرا عليه. خلي بالكم يا حبايبي، ورد في الاثر ان في واحد عاش من العمر 500 سنه. خلي بالك، مش 50 و60 زينا كده ويقول لك ايه اللي قعد. عاش من العمر 500 سنه، طلب من ربنا قال له يا رب انا عايز نعبدك في مكان محدش يشوفني. خلي بالك، محدش يشوفني. فربنا سبحانه وتعالى امر ملك خده وحطه على ظهر جبل، والجبل ده كان على شاطئ نهر، على شاطئ بحر. على فكره الفرق يا حبايبي بين البحر والنهر، البحر ميته مالحه والنهر ميته حلو. انتوا خدتوا الكلام ده طبعا في المدارس. النهر ميته عذب. طبعا. فسبحان الله العظيم، ربنا امر ملك حطه على جبل على شاطئ بحر. فربنا سبحانه وتعالى طلع له عين حلوه من البحر يشرب ويتوضا، وانبت له شجره من التفاح ياكل منها. خلي بالك، وقال له يا رب لما نموت عايز نموت فاجر. شايفين النعم؟ قال له انا عايز نعبدك محدش يشوفني، وعايز فربنا عمل له، حطه على ظهر جبل وعمل له عين حلوه من البحر المالح ده، وزرع له شجره التفاح ياكل، ينزل يتوضا وياكل ويطلع يصلي. طلب من ربنا ان هو لما يموت يموت ساجد. ربنا نفذ له طلباته. فبعد ما جاب الوجه الله الكريم، ربنا بيقول ادخلوا عبدي الجنه برحمته. قال له لا، بعمل. يا الله على جحود ابن ادم. فقال له برحمتك، قال له لا بعمل. يا عم ده برحمتي، يقول له لا بعمل، انا عبدتك 500 سنه. قال له يا عبد تعالى يا عم نتحاس، مش انت بتقول بعملك وان انت عبدتني 500 سنه؟ قال له ايوه يا رب. قال له مين اللي جوك على عبادتي 500 سنه؟ قال له انت يا رب. قال له مين اللي طلع لك عين حلوه من الميه المالحه تشرب منها وتتوضا؟ قال له انت يا رب. قال له مين اللي زرع لك شجره تفاح تتقوت منها؟ قال له انت يا رب. قال له مين اللي خلاك مت وانت ساجد؟ قال له انت يا رب. قال له عرفت انه برحمتي؟ ادخلوا عبد الجنه برحمتي. قال له لا بعمل. يا الله على جحود ابن ادم، انت لسه مصر على انه بعملك بعد ما اعترفت ان انا اللي جويتك على عبادي، وانا اللي طلعت لك العين الحلوه، وانا اللي زرعت لك شجره التفاح، وانا اللي خليتك مت وانت ساجد. لسه بتقول برضه ان انت؟ قال له ايوه بعمل. قال له بسيطه يا عبدي، نتحاسب. يا الله، نتحاسب. فامر ان عين من عيونه تنحط في كفه الميزان، وال500 سنه عباده تنحط في الكفه الثانيه. هنوزن بقى، هنوزن النعم اللي ربنا اداها له، ونوزن عمل. سبحان الله العظيم. مش هو قال نتحاسب يا عم، مش شغلانه يعني، نتحاسب. قال هاتوا عين من عيونه حطوها في كفه ميزانك، وهاتوا 500 سنه اللي هو عبدنا فيهم حطوهم في الميزان الثانيه ونوزن. ده ما قالش نجيب كل اعضاء، قال عين بس من عيونه. فحطوا العين في كفه وال500 سنه في كفه، فالعين هي اللي فازت. فقال له شوف انت ما صدقتش ثمن عين واحده بال500 سنه، ما صدقتش، ما دفعتش لسه ثمن العين الواحده، يبقى انت كده وضحت. ادخلوا عبد الله. قال رحمتك يا رب رحمتك. قال له ما قلت وبرحمتي ادخلك الجنه. ربنا بيقول في القران قل بفضل الله وبرحمتك فبذلك فليفرح هو خير مما يجمعون. احنا هندخل جنه ربنا برحمه الله مش بعملنا. ده ربنا سبحانه وتعالى بيقول له يا عبدي انت لو ذكرتني انا هنشكرك، زي ما ورد في حديث سيدنا ابو الدرداء رضوان الله عليه. سيدنا عليه الصلاه والسلام بيقول انا ادلكم
على احب اعمالك.